أوصى الأمير عبد القادر بإكمال مسيرة الجهاد الأكبر، جهاد تربية الأجيال وتفقيههم أمور دينهم، فكان خير منفذ لوصية الأمير حتى زهد في نفسه. زهد وعبقرية الشيخ محمد بن أبي القاسم الهاملي أهله بأن يصفه الشيخ الحداد قائد الثورة الرحمانية بأنه أهم شخصية منذ الجنيد السالك، وأوصى بأن يكون خليفة له على الطريقة الرحمانية. في الحقيقة واحد رجالات الطريقة الرحمانية، وهي كما نعلم طريقة جهادية قاومت الاستعمار ليس فقط بالسيف ولكن أيضا بالكلمة، وهو كان يمثل هذا الجهاد العلمي الذي تجسد في رسالة الزاوية التي كانت بمثابة قلعة للحفاظ على الهوية الجزائرية. معروف بأفضاله الكثيرة في تاريخ الجزائر من ناحية التعليم، التدريس، من ناحية التربية والسلوك الصوفي، ومن ناحية تكوين أكبر مكتبة في العالم العربي وأغنى مكتبة خاصة بالمخطوطات والوثائق التاريخية. لم تكن شخصية الشيخ محمد بن أبي القاسم شخصية دينية صوفية بحتة، فقد أوجد أيضا فلسفة إصلاحية تربوية ونهضة عمرانية أخافت فرنسا فضيقت عليه كل تحركاته ومنعته حتى من السفر للعلاج، إلى أن وافته المنية يوم 2 جوان 1897. جاءت هذه الندوة للتعريف بأعمال وبجهود وبمآثر هؤلاء الرجال الذين عملوا في سبيل الحفاظ على الهوية، الحفاظ على الشخصية، الحفاظ على المرجعية الدينية، وهو دليل آخر على اهتمام الدولة الجزائرية بمرجعيتها الثقافية والعلمية والروحية والفكرية والحضارية. وفي الذكرى 125 لوفاة الشيخ محمد بن أبي القاسم أقيمت ندوات فكرية حول فكر الشيخ المصلح، مآثر وآثار تربوية إصلاحية للشيخ الهامل توسعت داخليا وحتى خارج الوطن، فصار محل بحث ودراسة للعلماء المعاصرين أمثال الباحثة الأمريكية جوليا كلونسي سميث.